من فترة ما شفناش مدافع في حلاوة محمد عبد المنعم ولا زي محمد عبد المنعم. فالنادي الاهلي قال لك هنخلص لك في مدافع يعوض غياب محمد عبد المنعم وهنعتمد عليه في كأس العالم للأندية. فلقينا النادي الاهلي راح خلص في احمد رمضان بيكهام، ومعظم جمهور النادي الاهلي ما كانش عاجبه الصفقة، وقال لك مين احمد رمضان بيكهام اللي احنا مشيناه من النادي الاهلي كذا مرة؟ ده احمد رمضان بيكهام ده هيجي هيبقى المدافع الرابع في النادي الاهلي. بس في مباراة امبارح احمد رمضان بيكهام قدم مستويات عالمية وقدم اوراق اعتماده لخسير روبيرو. احب اقول لك ان روبيرو اقتنع تماما باحمد رمضان بيكهام، واحمد رمضان بيكهام هيبقى المدافع الاساسي في كاس العالم للانديه. انت متخيل يبقى المدافع رقم 4 ومره واحده يبقى المدافع الاساسي للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ كلنا متاكدين ان احمد رمضان بيكهام هيحجز مكانه في دفاع النادي الاهلي، بس مش عارفين مين اللي هيبقى جنبه، لان احمد رمضان بيكهام مدافع عالمي. احمد رمضان بيكهام في مباراه امبارح ما رضيش يطلع الكره في الاوت او يشتت الكره، رقص المهاجم في متر وقدر يخرج بالكرة بشكل عالمي. هو ده المدافع اللي احنا عايزينه، هو ده المدافع اللي يقدر يشيل دفاع النادي الاهلي، هو ده المدافع اللي يقدر يعوض غياب محمد عبد المنعم. فان شاء الله تكسر الدنيا مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وتبقى افضل مدافع في النادي الاهلي. بس كده، يلا سلام.